أهلين أخي. أنت قدمت على دور رئيسي بالفيلم اللي شغالين عليه. طبعا ما ضروري أحكي لك قديش هالفيلم مهم بالنسبة لنا. هالفيلم بيزرع قيم الزلومية بالمجتمع، ومهم كتير إنك تكون متقن لدور الزلمة، وما حدا فيه يتقن دور الزلمة إلا الزلمة. فلهيك راح نعمل اختبار ورقي نختبر فيه ما إذا كنت بالفعل زلمة أو لا. تفضل. واو، بصراحة أنا متفاجئ كثير من النتيجة اللي قدامي. فيك تعتبر إن دور بطل فيلم زلمة يزرع قيم الزلومية صار إلك. اسمع، حاليا راح نبدأ بأول مشهد. المشهد اسمه الصبر. أول ما تطلع من الباب راح تسمع الراوي عم يحكي عنك، وكل شي بيقول له لازم تمشي عليه بالحرف الواحد. بعرف إني ما أعطيناك نص للمشهد، بس لا تنسى أنت زلمة. خرج الزلمة من الحمام بأكثر شكل زلومي شهده التاريخ، وبعد ذلك بدأ بالسير في ممر المبنى متوجها نحو غرفة معينة موجودة في نهاية الممر. وعندما دخل لها لاحظ أن الغرفة كانت فارغة إلا شوي ففي وسط تلك الغرفة كان هنالك زر مكتوب عليه كلمة انتظر. وبما أنه زلمة كان الصبر أمرا سهلا بالنسبة له، فالصبر صفة زلومية بحت. فانتظر الزلمة، ثم انتظر، ثم انتظر، ثم انتظر، ثم انتظر. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. حاليا بدنا نصور المشهد اللي بعده، واللي راح يكون بعنوان لا للفضول بما لا يغني العقول. خليك جاهز. في أحد الأيام كان الزلمة يتمشى في أحد الأزقة بطريقة يمكن وصفها بأنه لو رآه رجل عادي لقال "أوه ماي جاد"، وذلك فقط بسبب كمية الزلومية التي تشرشر منه. وفي أثناء سيره لاحظ ذلك الزقاق الذي كان عنده عبارة تقول يمنع الدخول لمن لا شأن له. وبما أنه زلمة ابن زلمة قرر أن لا يدع فضوله يتغلب عليه، وأكمل طريقه. Oh my god. واحد اثنين ثلاثة، نشيد الزلومية ابدأ. هل شاهدتم زلمة في البرار يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما زلمة يعض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم زلمة يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ زلمة 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 رايح وزلمة جاي، زلمة تتلي بين قطعين ضباع، زلمة رايح وزلمة جاي، زلمة تتلي بين قطعين ضباع. هل شاهدتم زلمة في البرار يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما زلمة يعض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم زلمة يكذب يسرق ويشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟